السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين. هنبدأ مع بعض يا بنات تحضيرات رمضان، وهنعمل النهاردة إن شاء الله لذ وأقوى تشكيلة مخلل بإذن الله كده تكون موجودة معانا على سفرة رمضان. طبعا بقى المغريات في السوق اليومين دول كتير جدا لعمل المخلل. القرنبيط كده تلاقيه حلو، كمان الجزر منور، واللفت كده شكله يفتح النفس، والخيار المسكر برضو موجود، وكمان الفلفل والليمون موجود. علشان كده قررت النهارده باذن الله اعمل معاكم حفله مخلل هنحضره لشهر رمضان، ان شاء الله كده يكون موجود معانا على سفره رمضان. في الفطار وفي السحور، وهيقعد معانا كده باذن الله من اول حبايه لاخر حبايه مقرمش. هعرفك كمان ازاي تحفظيه برضو من السنه للسنه. وعايزه اقولك بقى هنعمل مع بعض المخلل المشكل السريع، وميه الترش الحلوه الجميله بتاعه البياعين، بس طبعا بنظافه البيت من غير بقى اي بكتيريا. وكمان كل حاجتنا كده نظيفه ومضمونه. هقولك كمان على معيار المية والملح المظبوط جدا لكل برطمان بمنتهى السهولة. المخللات طريقتها سهلة جدا يا بنات، ولكن لو أخطأتي في حاجات بسيطة خالص ممكن تبوظ معاكي، إما يطلع طري منك وما يقرمش، أو يكون طبقة ريمو بكتيريا كده على الوش. والحاجة الأخيرة كمان إنه ممكن يعمل تجويف كده من جوه. طولت عليكم، بس حابة بجد تتابعوا كل تفصيلة في الفيديو. علشان طبعا كل نوع ليه تكنيك معين، سواء بقى في طريقته أو في تحضيره. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، وأمان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي منه. حطي لايك واشتركي في القناة، ودعوة حلوة من قلبك ليا ولكل مريض سرطان في الأيام المفترجة دي. نبدأ بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ده الخضار اللي جبته معاكم يا بنات في فيديو المشتريات، وعرفتكم طبعا كل تفاصيله بأسعاره، وكمان كده ازاي ننقي الخضار بتاعنا اللي هنعمله مخلل بإذن الله. طبعا ضروري بقى نغسل الخضار بتاعنا ده كويس قوي. وأول حاجة بقى هبدأ بيها هي اللفت. الحوض بتاعي طبعا مغسول ومتعقم كويس قوي زي ما دايما متعودين معايا. وعلشان بقى ينضف معايا اللفت بسرعة مليت الحوض كده مية، لأن طبعا اللفت بيكون فيه كمية طينة رهيبة. هنقع بقى كمية اللفت كده كلها مرة واحدة، وده هيسهل عليا غسيله. يعني مش هياخد معايا بقى وقت ولا مجهود ولا تعب في ان انا ادعكه فترة طويلة وكده، لا هو طبعا كل الطينة اللي فيها هتدوب جوه المية. وهتشوفوا معايا دلوقتي. هتلاقي بقى اللفت معاكي يعني نضف وبقى زي الفل بالشكل ده. هسيبه كمان حبة منقوع حوالي مثلا ربع ساعة، وارجع بقى اغسل كده واحدة بواحدة بايدي لحد ما ينضف معايا كمان اكتر من كده. في الوقت ده غسلت جنب مني برضو الخيار والفلفل، علشان برضو كل حاجة كده تكون حواليا جاهزة. وعايزة اقول لكم يعني ضروري يا بنات تغسلوا الخضار كويس قوي علشان ما يكونش فيه اي بكتيريا. ده مهم جدا لنجاح المخلل بتاعك. وكمان علشان بيجي من الاراضي عليه كيماوي، ده غير بقى المبيدات وكمان الرش اللي بيحطوه عليه، يعني احنا مش عارفين بصراحة ايه اللي بيكون حاصل فيه. علشان كده لازم تغسليه مرة واتنين وتلاتة. سبته منقوع كده ورحت احضر بقى اول مخلل، وهبدأ بالقرنبيط. ولما تشتري بقى القرنبيط اشتري كده اللي الزهرة بتاعتها بتكون متماسكة وما يكونش فيها فراغ في النص. هبدأ اقطع بقى كل زهرة كده، ممكن طبعا بايدك او بالسكينة. هو طريقة تقطيعه سهلة جدا يا بنات. ممكن كده تسيب الزهرة بتاعته بالحجم الكبير ده زي ما هي، ولكن انا هقطعه كده لزهرات صغيرة خالص. بحيث كده يكون على قد القطمة بالظبط ويكون شبه المخلل الجاهز. هقطع بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وحطيت كده في طبق او بولة غويطة، علشان طبعا هاخده كده اشطفه تحت المية. هعمل كمان القرنبيطة التانية بنفس الطريقة بعد ما اخلص الكمية الاولى كده كلها. وهبدأ بقى كده هنا اخده اغسله كويس قوي واصفيه من المية. عايزه اقولك بقى لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات وحط لايك للفيديو علشان يوصل لناس تانية كتير. خلصت بقى كده الكمية كلها وفتحت التانية بنفس الطريقة برضو. وهبدأ برضو اقطعها لوردات صغيرة، وبعد كده بقى اخدتها كده تحت الحوض. وغسلتها وبدأت اصفيها من المية اللي فيها. حسيت كده خلاص ان هي بقت نضيفة معايا وما فيهاش اي اتربة. خلاص كده هسيبها تتصفى على جنب، واروح بقى ابدأ في المخلل اللي بعد كده. جبت الخيار بتاعي وكان خلاص اتغسل واتصفى كويس قوي من المية. وهبدأ بقى امسك كده خيارة خيارة واعمل لها شق. ضروري يا بنات كده نصفي الخضار بتاعنا قبل ما نبدأ في تخليله، ويكون ناشف معانا وما يكونش فيه مية. طيب هعمل الشق ده ليه؟ الشق ده يا بنات هيخلي كده مية المخلل تدخل جوه الخيار، وكمان يساعده كده ان هو يستوي وياخد الطعم كده من جوه، ويكون شارب طعم الدقة او مية المخلل. زي ما قلتلك في فيديو المشتريات، نقي الخيار بتاعك الناشف الطازة اللي بيكون فيه لمعة كده وبيكون شكله حلو معاكي. هكمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة. وضروري يا بنات نعمل الشق ده، لانه بجد بيميز طعم المخلل جدا خصوصا الخيار.
بيكون طعمه حلو جدا من جوه ومقرمش وطعمه جميل، وشارب كمان التتبيله والملح بتاعه مظبوط جدا. بعد كده بقى جبت البرطمان، وطبعا انا معقمه البرطمانات بتاعتي كلها قبل ما ابدا التصوير معاكم، ولكن هعقم معاكم برضو واحد علشان ما نفوتش ولا تفصيله. البرطمان معايا طبعا نضيف، بحط معلقه خل كده، معلقه واحده بس، وبرج بقى البرطمان بتاعي كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق، لحد كده ما يعني ملاقي الخل كده منقط معايا في كل حته جوه البرطمان. دي طريقة ماما يا بنات الله يرحمها، طريقة تعقيم سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم والله المخلل كان بيقعد من السنة للسنة من غير ما يجراله اي حاجة. طبعا هنا كان ممكن يعني اسيب معلقة الخل مش هيجرى اي حاجة، ولكن انا مش هعمل مخلل سريع دلوقتي لا، فطبعا يعني معلقة الخل بتسرع من عملية السوا بتاعة المخلل، عشان كده هصفيها كويس وهبدأ بقى ارص الخيار بتاعي بالشكل ده. طيب انا ما نشفتش البرطمان لا بمنديل ولا بفوطه ليه؟ لان طبعا لو نشفته ده ممكن يكون بكتيريا، بسبب ان ممكن يكون المنديل مش معقم او الفوطه اللي هستخدمها. المهم رصيت بقى كل الخيار من غير ما اقطعه، علشان كده انا عايزاه يقعد معايا ويستحمل فتره كبيره. حطيت شويه كمان من الفلفل الاخضر كده على وش البرطمان. يعني زائد ان بجد الخيار مع الفلفل بيكون طعمهم حلو قوي. امشوا بجد على التفاصيل والتكات تفصيلة تفصيلة، بجد هتعملوا أحلى شوية مخلل وهتدعولي عليهم. جبت بقى هنا البرطمان التاني وبدأت أعبي فيه كده كل كمية القرنبيط اللي معايا، وبرضو جنب مني كده حبات الفلفل هبدأ أوزعها برضو في كل البرطمانات معايا. طيب أنا بحط فلفل برضو مع القرنبيط ليه ومع الخضار؟ أولا الفلفل منه مادة حافظة، وكمان بيزود نكهة المخلل. والله صدقوني التفاصيل دي هتفرق معاكم جدا وهتعملوا شوية مخلل بجد حلوين جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد كده بقى يعني عايزة أقولك يعني كل نوع بقى يعني بعمل منه هيتبقى منه شوية زيادة كده، هسيبهم على جنب وأعملهم في برطمان مشكل في الآخر. هنا خلاص يعني كنت بوريكم بقى اللفت بعد ما غسلته برضو بالواحدة، وكمية الطينة اللي طلعت منه لما نقعته في المية بالشكل ده. طبعا غسلته اكتر من مرة ونضف معايا وبقى زي الفل. وجبت واحدة واحدة كده علشان اقشره بطرف السكينة. كده بشيل الحاجات يعني المشعرة بس، طبعا هو مش موجود فيه اي حاجة محتاجة ان انا اشيلها تانية. انا هسيب الغلاف بتاعه اللي بره ده يا بنات، اللي لونه بنفسجي، علشان بصراحة كل الفايدة بتكون موجودة فيه، وكمان بيخلي لون يعني مية المخلل حلوة قوي. يعني لو استغنيتي كمان عن خطوة البنجر خالص لا، هتاخدي لون حلو جدا للمخلل من القشرة اللي بتكون لونها بنفسجي فوق الزهرة. طبعا انا كمان العروق بتاعته او العيدان دي اللي بتكون سليمة كده هنقيها وهقصها بالمقص، علشان برضو هدخلها في المخلل المشكل. اللهم بارك عملوا معايا الشوية دول، اخدتهم كده وشطفتهم مرة كمان وحطيتهم كده على طبق المشكل برضو اللي طلع معايا. اللهم بارك عملوا معايا كمية حلوة قوي، وكمان لسه هيتبقى حاجات معانا هنزودها عليهم. بعد كده بقى جبت اللفت وبدأت أقسم كده اللي حجمها كبير على نصين بالشكل ده، وطبعا الصغير هسيبه زي ما هو. طيب انا ما سبتش الكبيره زي ما هي ليه؟ لان حجمها كبير جدا يا بنات، والتاني حجمه صغير قوي، فعلشان ياخد وقت سوا مظبوط مع بعض حاولت اخليهم كده قد بعض، بحيث ان انا لما اقسم الكبيره لنصين تكون قد الصغيره تمام. جبت بقى البرطمان، وزي ما قلت لكم طبعا متعقمين كلهم قبل التصوير. هبدأ كده اعبي كل الكميه واحاول كده ما اخليش ولا فراغ ما بينهم. الخطوه دي مهمه جدا. حاولي كده تزنقي البرطمان بتاعك بحيث ما يكونش فيه اي فراغ في النص تمام. طبعا كنت مقطعه كده بنجرايه كبيره علشان برضو اوزعها كده وتدينا اللون الحلو بتاع المطاعم. وزي ما قلتلك ممكن تستغني خالص عن البنجر، كده كده القشره البنفسجي اللي على اللفت هتخلي لونه حلو وجميل. حطيت بقى الكميه كلها، وحطيت برضو قرنين فلفل كده برضو على الوش، زي ما قلتلكم يعني بيزود نكهه المخلل وكمان ماده حافظه. كام واحدة بقى اللي اتبقوا معايا دول هقطعهم بقطعة المخلل، علشان برضه هحطهم في برطمان في التشكيلة بتاعة المخلل المشكل. ولو مش موجود القطاعة بتاعة المخلل عادي جدا قطعي بالسكينة بتاعتك. صلوا على النبي في التعليقات يا حبايبي، وحطوا لي لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير والكل يستفيد. طبعا المشكل ده هيستوي بسرعة علشان طريقته هتكون مختلفة تماما عن الطرق اللي هنخلل بيها بقية المخلل، يعني ممكن تعمليه وتاكليه تاني يوم على طول. طبعا عمل معايا كمية حلوة قوي، وكمان لسه هنزود عليه شوية جزر من اللي هيتبقوا معانا. بعد كده بقى هجيب الجزر وبقشرة البطاطس هقشر كل الكمية. وعايزة اقول لكم يا بنات بجد القشرة دي بتنجز قوي.
يعني بتساعد كده في تقشير الخضار بسهولة وبطريقة سريعة. هقشر بقى كل الكمية كلها بنفس الطريقة، وطبعا لو مش حابة تقشري الجزر مفيش أي مشكلة، ولكن أنا حبيت أقشره علشان يكون شكله جميل كده جوه البرطمان. طبعا العين بتاكل قبل البق. هقطع بقى الكمية كلها، وعايزة أقولك الجزر سواء سبتيه زي ما هو أو قطعتيه كده كده بياخد وقته في التسوية غير أي مخلل. ولكن لو عايزة طبعا تسيبيه بالسنة للسنة زي ما عامل المخلل كده، هتسيبيه يعني زي ما هو بالحجم الكبير، وكمان هتنقي الجزر تكون يعني الواحدة حجمها كبير. تابعي الفيديو معايا للآخر علشان هقولك بجد على معلومات مهمة جدا في نجاح المخلل وخصوصا الجزر. غسلت كل كمية الجزر مرة كمان، وطبعا بعد ما غسلته شطفته كده وصفيته. ونيجي بقى لأهم خطوة في تخليل الجزر. أول حاجة هقطعه كده قطع سميكة شوية زي ما قلنا بقطعة الجزر أو السكينة، يعني الشكل بقى اللي بتحبيه قطعي بيه. أهم حاجة بقى هجيب طبق كده غويط بعد ما أقطع طبعا كل الكمية اللي معايا، وهحط حوالي كده يعني هحط فيها الجزر، وهحط بقى كده حوالي 5 معالق كبار من الملح، وهقلب بقى كويس كده الملح بالجزر لحد ما احس ان كل حبات الجزر كده اتغلفت بالملح. طيب ده بقى يعني هسيبه كده لحد تاني يوم منقوع في الملح. طيب الخطوة دي ليه؟ هقولك الخطوة دي علشان طبعا الجزر بيكون فيه نسبة سكر عالية جدا، ولو حطيناه كده على طول في المية مهما بقى يقعد معاكي حتى لو طول السنة هيفضل برضو طعمه مسكر، ومش هتاخدي الطعم الحادق بتاع يعني المحلات. تمام. لكن خطوة الملح دي هتخلي بقى كل كمية السكر اللي موجودة في الجزر تتحول لمية، ودلوقتي هتشوفوا معايا. خلاص هوريكم بقى يعني بعد شوية طبعا شكله، بس تعالوا كده نجهز الحاجة بقى اللي فاضلة الأساسية معانا في فيديو النهاردة، اللي هي بصراحة بطل المخللات، وهنعمل مع بعض الدقة الخطيرة بتاعة المخلل. معايا كده كام قرن فلفل أخضر على فلفل أحمر، وطبعا هريسة الشطة أو الدقة الحمراء اللي ما ينفعش المخلل من غيرها خالص يا بنات. بإذن الله الفيديو بتاعها هينزل لكم بكرة، طبعا لا غنى عنها طول شهر رمضان. هتجيبي بقى الكبة بتاعتك أو الخلاط مفيش أي مشكلة، ولو مش عندك ولا كبة ولا خلاط عادي جدا هاتي الهون، طبعا موجود عندنا كلنا في المطبخ. أهم حاجة كده تقطعي الفلفل بتاعك لقطع صغيرة وتدقيه بقى مع الملح والثوم، وهينعم معاكي ويبقى زي الفل. هحط بقى كمية الفلفل اللي قطعته بالشكل ده، وعايزة اقول لكم الدقة دي هتفضل معايا بقى طول الفيديو. هحط عليها كده حوالي 5 معالق كبار من الشطة الحمراء بالشكل ده، وهحط شوية كده توم حلوين، وهاخد كمان عصير ليمونة كاملة. طبعا التوم من أساسيات المخلل، وهو ده بقى السر في صنعة المخلل أو الترشي بتاع المحلات. هنحط كده كمية حلوة حوالي كده معلقتين كبار مليانين، ولو عندك توم مهروس مفيش أي مشكلة. وهاخد عصير ليمونة ومعلقة ملح واحدة طبعا علشان تنعمهم جوه الكبة بكل سهولة. عايزة اقول لكم يا بنات الدقة دي تحفة تحفة اللهم بارك، دي بقى اللي هتقلب الدنيا كده بريحة المخلل، وكمان مادة حافظة جدا للمخلل وطعم بجد وهمي. ما تقولوش بقى هيطلع المخلل سبايسي وحراق وحامي وكده، لا خالص. المخلل طبعا اول ما هيستوي هتحسي بطعمه الطبيعي، بالعكس هياخد نكهة وطعم حلوين جدا. صلوا على النبي في التعليقات ويحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد. هضرب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه كده لحد ما ينعم معايا خالص بالشكل ده. تعالوا بقى بصوا ده شكل الدقة بتاعتنا الجميلة القمر اللي هتقلب المخلل بتاعنا في حتة تانية خالص. بصوا ده بيكون شكلها. تعالوا بقى نعرف هنظبط معيار المية بالملح ازاي لكل برطمان، والله يخليكم ركزوا بجد في التفاصيل دي لانها هتفرق جدا في نجاح المخلل بتاعكم. اول حاجه كده هتعايري يعني لتر من الميه، وعايزه اقولك بقى كل لتر ميه هياخد 4 معالق من الملح. طيب لو ما عندكيش بقى الشفشق بتاع معيار الميه ده هتعملي ايه؟ ازازه الحاجه الساقعه العاديه خالص موجوده عندنا طبعا معظمنا في البيت، هتجيبيها كده وتعايريها، دي لتر هتحطي على اللتر منها 4 معالق من الملح. عايزه اقولك لو الملح ناقص معاكي كل اللي بنعمله ده يعني ولا ليه اي لازمه. الملح من اساسيات نجاح المخلل، لازم يكون واخد المعيار المظبوط بتاعه. طيب
كل طبعا برطمان بيختلف عن التاني، وهتعرفوا دلوقتي طبعا كل التفاصيل دي. عشان كده بقول لكم عايروا لتر بلتر. هناخد بقى معلقتين 3 كده من هريسة الشطة في اول لتر مية بس، وبعد كده هنزود مية بملح عادي خالص، وبرده هعاير كل لتر واحط له 4 معالق ملح. طيب هدوب الاول كده هريسة الشطة او الدقة الجميلة اللي عملناها مع بعض بالشكل ده، واربع معالق ملح، وهقلبهم كويس قوي. جبت بقى القرنبيط كده وبدأت بيه هو الأول، وهبدأ بقى أنزل بالدقة الخطيرة بتاعتنا دي، وارجع أزود كمية المية. طب يا إيمي هو كل برطمان هياخد نفس كمية المية؟ هقولك لأ طبعا، دلوقتي هتشوفي بنفسك. علشان كده قلتلك يعني هنعاير لتر بلتر. بعد ما حطيت الدقة بقى جبت لتر المية التاني من غير بقى ما هضيف دقة، هي الدقة في أول مرة بس كفاية الكمية اللي حطيناها. طبعا هدوب بقى في تاني مرة كويس، لان اول مرة ما دوبتش الملح جامد، فتاني مرة بقى هحاول ادوبه كويس قوي. كده هنزل بقى باللتر التاني زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هحط بقى كمية المية التانية وهرجع برضو ازود. يعني برطمان القرنبيط اخد معايا 3 لتر من المية. وطبعا برضو مع تالت لتر لازم نضيف الملح بتاعنا، يعني كل لتر مية ما ننساش نحط عليه الملح. الطريقة دي أفضل من إن احنا نعاير البرطمان مرة واحدة ونحط كمية المية والملح مع بعض. ممكن البرطمان ما ياخدش الكمية اللي هنحطها كلها، ممكن يحتاج يطلع زيادة، يحتاج أقل. لا، الطريقة دي صدقوني أفضل بكتير، وبتعاير الملح والمية بتاعتك بالطريقة المظبوطة. نيجي بقى للدقة بتاعة اللفت، وجنب مني برضو مية من الفلتر باخد منها. عايزة أقولك لو ما عندكيش مية فلتر، سخني مية بس خليها تغلي وسيبيها لحد ما تبرد خالص وابدأي اشتغلي فيها. برضو جبت معلقتين كده من الدقة، وحطيت برضو في اللتر المية وحطيت عليهم 4 معالق من الملح، ولازم الملح يدوب كويس. وهبدأ برضو أعبي البرطمان بتاعي، وبعدين أكمل اللتر التاني بنفس كمية الملح. هيبقى اللفت كده ما أخدش معايا ال3 لتر زي ما انتوا شايفين، محتاج حوالي 2.5 لتر من المية بس، وده اللي بقول عليه. علشان كده بقول لكم عايروا المية بالملح بتاعكم باللتر، ما تحطوش كمية المية كلها مرة واحدة وترجعوا تحطوا الملح بتاعها. بعد كده بقى حطيت على النص اللي باقي معلقتين ملح بس، طبعا لان هو ما اخدش معايا لتر. يا رب تكونوا فهمتوني والطريقة تكون مبسطة ليكم. وبس كده هجيب بقى بعد كده الخيار، ومش هزود بقى في الدقة بتاعة الخيار، هحط حوالي معلقة ونص كده بس من الدقة، لان الخيار هنضيف عليه حاجات تانية كتير هي اللي هتنكه الطعم بتاعه. وبرضو هزود لتر بلتر لحد ما اشوف برضو هياخد معايا مية قد ايه. بس الخيار بقى هزود له كده على المية نص معلقة سكر، علشان طبعا يفضل مقرمش معايا وتكون مادة حافظة ليه، ويفضل طول فترة التخليل كده مقرمش وكمان طعمه جميل. هحط كمان كده يعني كام فص توم، وهعصر عليهم كده عصير ليمونة. عايزة اقول لكم يعني كل الاضافات دي بجد، التوم مع السكر مع الليمون بتحافظ جدا على الخيار انه ما يتهريش كده معاكي جوه البرطمان، ولا يعمل طبقة الريم اللي بتكون على وش المية. ده غير بجد ريحته بتكون حلوة قوي من الاضافات دي. كمان هتخلي الخيار يعني يفضل كده مقرمش معاكي لاخر حبة. وبس كده نعمت بقى التومة زي ما شفتوا كده، حاجة بسيطة علشان تستوي معايا بسرعة. وبدأت أحط بقى اللتر الأول بس، طبعا دوبت الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض، وكملت بقى معيار المية بالملح. البرطمان ده أخد معايا كده لترين ونص من المية، يعني حوالي 10 معالق من الملح. وبس كده خلصت برضو البرطمان بتاع الخيار بالفلفل. فاضل بقى كده معايا الجزر. طبعا بعد تاني يوم كان نزل كل كمية المية اللي موجودة فيه، زي ما انتوا شايفين كده، شايفين قد ايه كمية المية. عايزة اقول لكم بقى المية دي فيها نسبة السكر اللي كانت يعني هتخلي الجزر مهما يقعد مش هيستوي، ده غير طعمه بجد مش هيكون لذيذ خالص. ده بقى الفايدة من ان احنا بيتنا الجزر ليلة كاملة في الملح. خلاص كده هاخده بقى اشطفه كويس، وطبعا عشان الملح بالمية المسكرة اللي موجودة فيه اتخلص منها خالص. وبعدين حطيت بقى عليه معلقتين كبار كده من الدقة اللي اتبقت معايا، وحسيت كده انه محتاج شوية كمان، زودته كده معلقتين وقلبته فيهم بقى كويس قوي وعبيته في البرطمان. عايزة اقول لكم والله العظيم هتاكلوا احلى شوية مخلل بجد، يعني ملهمش حل. زودت بقى المية بمعيار الملح، ولو مفيش مية فلتر زي ما قلتلك اغلي مية، سيبيها لحد ما تبرد خالص وبعدين اشتغلي بيها.
الجزر أخد معايا على الكمية دي 2 لتر من المَيّة. ودي بقى التفاصيل اللي باقول لكم عليها يا بنات، علشان كده باقول لِك ما تاخديش الطريقة وتنفذيها على طول، لأ طبعًا خدي الطريقة بس اعرفي كده معيار الحاجة اللي بتشتغلي فيها قد إيه، وطبّقي على طول. طبعًا الطريقة سهلة زي ما شُفتوا، هي بس عايزة كده يعني تاخدي بالِك من التفاصيل والحاجات البسيطة اللي قُلنا عليها. وكده بقى ما فاضلش معايا غير المخلل المشكل، هاعمل له بقى دقة طبعًا علشان كانت خلاص خلصت معايا، وبرضه هاحط معلقة هريسة شطة وعصير كده ليمونة وقرنين فلفل وكام فص توم. بس هنا بقى هازوّد حاجة بسيطة كده اللي هتخلّي المخلل يستوي معايا بسرعة، وده اللي هيكون المخلل السريع معانا النهارده. هازوّد كده شوية خل حلوين، يعني حوالي كده ربع كوباية من الخل، وده علشان هيكون يعني أسرع مخلل ممكن نعمله، ممكن كده ناكل منه تاني يوم، تالت يوم بالكتير، لإن طبعًا الخل هيسويه بسرعة جدًا. هاقلّب بقى الدقة القمر دي كلّها كده، وأغلّف بيها المخلل المشكل كلّه، وبعدين بقى أجيب البرطمان بتاعي طبعًا متعقّم هو كمان، وأزوّد بقى معيار المَيّة والملح اللي اتفقنا عليه. اتبقى عندي كمان بنجراية كده هازوّدها على الوش علشان طبعًا تاخد يعني المخلل كده ياخد اللون القمر بتاع المخلل. وبس كده. شايفين بقى هنا عايزة أوريكم يعني مية الترشي أو المخلل عاملة ازاي تتشرب يا جماعة، أقسم بالله من جمالها. طبعا قلبتها هنا علشان أوريها لكم، وكمان حسيت كده البرطمان بتاع المخلل المشكل يعني كبير على الكمية دي، فحبيت أنقلهم كده في برطمان يكون صغير شوية. طيب نحفظه بقى لمدة طويلة إزاي؟ شوية ورق لورا بقى كده على كل برطمان، على وش كل برطمان. وأهم حاجة بقى يعني إن إحنا نقفله كويس ونغلفه كويس أوي. طيب هنغلفه بأكياس تلاجة أو أكياس عادية موجودة في البيت، بس أهم حاجة إن يعني تتأكدي كده إنِك قافلة كل برطمان وحاكماه كويس جدًا. يعني بحيث إن ما يخشلوش أي نقطة هوا جوه البرطمان، ده اللي هيخليه صدقيني يعيش معاكِ أكتر وقت ممكن، وكمان علشان تضمني إنه يقعد معاكِ أكتر وقت يعني ممكن طول السنة، وممكن يقعد معاكِ بالشهور. أهم حاجة وأنتِ بتحطي إيدِك في البرطمان لازم تكون إيدِك نضيفة، والأحسن طبعًا لو بمعلقة ناشفة، وكمان يكون الملح بتاعِك مضبوط زي ما اتفقنا، علشان قلة الملح يا جماعة بتموت زرعة المخلل، وده اللي بيخليه طبعًا يدبل بسرعة. هاقلب بقى البرطمانات بتاعتي كده لتاني يوم علشان طبعًا ما يتكوّنش فيها أي بكتيريا. طبعًا أنا متأكدة من الخطوات اللي مشيت عليها إن شاء الله كده مش هيكون فيها أي بكتيريا، ولكن لزيادة التأكيد هاقلب بقى البرطمانات أبيتها ليلة كاملة، وبعد كده أقلبها على الوش الطبيعي بتاعها. عايزة أقول لِك كمان لازم يكون الخضار بتاعِك يكون طازة ومغسول كويس أوي زي ما قُلنا، يعني تجنُّبًا لأي بكتيريا موجودة في الخضار. وأهم حاجة وآخر حاجة تعقّمي البرطمانات بتاعتِك كويس زي ما اتفقنا، ويكون كده البرطمانات يعني البلاستيك بتاعتِك صحّي، ولو برطمانات طبعًا إزاز هيكون أفضل بكتير. يا رب أكون وصّلت لكم كل التفاصيل واستفدتوا من الفيديو وعجبكم، عارفة إني طوّلت عليكم بس كنت حابة أوصّل لكم كل تفصيلة يعني لنجاح المخلل. عايزة أقول لكم دي طريقة ماما الله يرحمها، لو عجبتكم الطريقة ادعوا لها بالرحمة ولأموات المسلمين في الأيام المباركة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش أختك من اللايك علشان تعبتي فيه جدًا، وتعليق حلو منِّك، ولو أول مرة تشوفيني أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي جرس الكل على التنبيه علشان توصلِك كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول.